بتطلب آن من الحراس مقابلة الدوق ويليام ألبرن على انفراد، لأن الأمر ضروري جدا علشان تقدر تصمم التمثال اللي هو طالبه. وياريت قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولما بتقابل آن الدوق ويليام طلبت منه يجاوبها على كل أسئلتها علشان تقدر تكمل التصميم، وبتسأله عن اسم السيدة اللي مرسومة في اللوحات. فبكل غضب بيقول لها الدوق ليه عايزة تعرفي؟ فقالت له آن لأن نفسها تكون شكل عن السيدة دي، وعلشان كده قررت تعرف عن السيدة دي كل شيء وأي شيء مش موجود في اللوحات. فبيغضب الدوق جدا وقال لها إن أسئلتها دي بترجع له جميع الذكريات، وبيوجه سلاحه ناحيتها وقال لها إزاي تتجرئي تتدخلي في أموري الشخصية، وكمان لحد دلوقتي مش عارفة تصنعي التصميم. وقال لها إنه هيخليها تدفع الثمن بموتها. فقالت له آن إنها وعدت أعز صديق ليها إنها هتعمل ما في وسعها ومش هتفشل أبدا في صنع التصميم. فقال لها الدوق إن اسمها كريستينا. فقالت له آن إن ده اسمها البشري، أما إيه اسمها الحقيقي؟ فقال لها الدوق إن اسمها الحقيقي شيلين ايرل. ولما سألته ليه مش بيناديها باسمها الحقيقي، فقال لها لأن دي كانت رغبتها إن يتم المناداة عليها باسم بشري، وعلشان كده طلبت منه يناديها باسم بشري أول ما ظهرت له. وتمت ولادتها كجنية من أمواج البحر، علشان كده أول ما شافها أخدها عنده في القلعة. ولما سألته آن فين السيدة كريستينا دلوقتي، فقال لها الدوق ويليام ألبرن إنها ماتت وتلاشت من حوالي سنة ونص. فزعلت آن جدا عليها لأنها أدركت قد إيه هو بيحبها لحد دلوقتي، وده واضح عليه من كلامه جدا. ونروح لهيو مع شال، وبيقول له هيو انه سمع ان الدوق ويليام بيتصرف بطريقه غريبه جدا، لكنه ما كانش مدرك انها سيئه للغايه كده. ده غير انه هو مستغرب عدم وجود السيده كريستينا معاه لحد دلوقتي. فقال له شال انه شاف صورها كلها في قلعته، وباين عليه انه بيحبها جدا لانه طلب صنع ليها تمثال من السكر الفضي. فاستغرب هيو ان السيده كريستينا مش موجوده بنفسها. ولما بيسال هيو شال كم عمر الجنيات اللي بيتولدوا من البحر، فقال له شال ان اعمارهم متغيره جدا، منهم اللي بيعيش مئات السنين، ومنهم اللي ما بيكملش بضعة سنين وبيتلاشوا على طول. فعرف هيو ان السيده كريستينا تلاشت، علشان كده طلب الدوق تصميم ليها تمثال من السكر الفضي. فبيقول شل هيو بكل سخرية ليه إنسان ينزعج من موت أحد الجنيات؟ هما بسهولة يقدروا يشتروا واحد تاني وبيرضوا نفسهم بالطريقة دي. فقال له هيو إنها ما كانتش مجرد جنية رفيقة ليه، ومحدش أبدا يقدر ياخد مكانها في قلبه. وبيكمل الدوق لآن وبيقول لها إن كريستينا دايما كانت بتقوله إنها أحد جنيات المية اللي ما بيقدروش يعرفوا أبدا يعيشوا لمدة طويلة. وآن بتقول لنفسها إنها مش فاهمة خالص. وفجأة بتطلب آن من الدوق إنها تحضر كل أدواتها في جناحه الملكي، وقالت له إنها كل ما تسأله سؤال عن السيدة كريستينا هتقدر تكون شكلها بكل سهولة. وبيكمل هيو بيقول إن دايما عائلة ألبرن كانوا بيدافعوا عن المملكة، وعمرهم أبدا ما طمعوا في أخذ المملكة من إيد عائلة ميسلاند. بالعكس ده دول كانوا الداعمين الأوائل للملك إدموند الثاني. لكن دلوقتي يا ترى هيحصل إيه للملك ويليام ألبرن؟ وعلى الرغم إن هيو عارف إن العائلة الملكية بتاخد أرباح التجارة كلها من أرض فليكس لنفسهم، ده غير إن هم فرضوا زيارة شهرية لدوق أرض فليكس علشان يوضح ولاءه للعائلة المالكة. وده اللي خلى عائلة ألبرن يغضبوا زمان من العائلة المالكة، لكن السيدة كريستينا لوحدها هي اللي قدرت تهدي الغضب ده كله. ولما سألوا شال هل السيدة كريستينا كانت مرحة، فقال له هيو بالفعل كانت كده، وانه عمل العديد من التصاميم السكر الفضي للدوق، وعلشان كده هو سمع ان الدوق اعطالها كل التصاميم اللي هو عملها له. وكانت دايما بتقول انها عايزه تعيش لمده اطول علشان الدوق، يمكن علشان كانت خايفه ان الامور تصبح سيئه بالشكل ده. فجأة بيحصل اهتزاز لعربة هيو، وبيقول له مساعده ان قوات الملك جايين لهنا بمساعدة وزيره. ولما بيروح له هيو بيقول له الوزير انه شايف انه ما قدرش يقنع الدوق للذهاب للعائلة المالكة، وانهم كانوا عارفين اتصاله بالدوق ألبرن، وانه كان بيصنع ليه الحلوى السكر الفضي، لكنهم مش هيسمحوا له بالتدخل تاني، وانهم مش هيسمحوا للدوق ويليام ألبرن بالتمرد على العائلة المالكة. فقال له هيو انه هو مش هيتدخل تاني. مع ذلك هو سمع ان آن موجودة في قلعة فليكس، فتفاجئ الوزير وقال له ان الامر ده مؤسف جدا، لكنه بيتمنى انها تكون قدرت تستخبى منه. فبيمشي شال بعد ما سمع الكلام ده وهو عمال يفكر في آن. وبيقول حارس هيو لشال انه على ما يبدو ان الجني ده احد معارفه. ولما بيفتح شال الصندوق فجأة بيلاقي بودو جواه، وقال بودو لشال انه جاي مخصوص علشان يبحث عنه علشان آن، وقال له ان آن بتبحث عنه علشان يرجع لها من تاني. فقال له شال انا مش فاهم اي حاجة خالص، هي اللي طلبت مني ان انا ارحل. فغضب منه بودو جدا وقال له ازاي تعتقد ان آن تطلب منك الطلب ده؟ هي عملت كل ده علشان جوناس هددها وخلاها تقول كده كمان بعد ما سرق الجناح بتاعه علشان يقدر يهدد بيه آن، وده علشان يقدر يهرب من القلعة ويخلي آن لوحدها مع اللورد ويليام ألبرن. وبيفضل يعيط بودو وبيقول له ان آن كانت بتصرخ باسمه طول الوقت،
وهي دلوقتي في القلعة وبتحاول انها تصمم تمثال السكر الفضي للدوق، والدوق مش هيسمح لها انها تغادر القلعة الا بعد ما تصنع التمثال اللي هو عايزه. فرجع شال بودو للعلبة علشان يقدر يروح ينقذ آن، ونروح لآن وهي بكل ادواتها جنب الدوق وبتحاول تصمم التمثال اللي هو طلبه. ولما سألها انت بتحاولي تعملي ايه، فقالت له انها عايزة تخلي التمثال بالظبط زي وصفه للسيدة كريستينا، نفس الطول نفس الشكل حتى تعبيراتها كل شيء. وفجأة بيقول أحد الحراس للدوق إن حاصر القلعة حوالي 300 جندي من جنود المملكة، وإنهم أتوا علشان يسلم الدوق القلعة ليهم. فقال له الدوق إنه مش مهتم بأي حاجة دلوقتي غير أمر التمثال أكتر من أي شيء. وآن كانت متفاجئة جدا من اللي هي سمعته، فقال لها الدوق إن كل ده بيحصل بسبب إنه مزارش العائلة المالكة من حوالي سنة ونص بعد اختفاء كريستينا، وده يعتبر بالنسبة لهم إني رفضت الولاء للعائلة المالكة، وده اللي بيديهم العذر إن هم يحاصروا قلعتي وياخدوا مني أرض فليكس. فزعلت آن جدا على الدوق، فطلب منها انها تصمت وتشتغل على تصميمها. ولما حاولت آن تتكلم معاه وهي غضبانة، رفع سيفه ناحيتها وكان غضبان جدا، لكنه حس فجأة انه شايف كريستينا قدامه وكأنها حقيقة، فنزل سلاحه. فحست آن ان السيدة كريستينا هي دي الحاجة الوحيدة اللي حبها الدوق، لكنها للأسف تلاشت وانه دلوقتي شخص وحيد. وأصرت آن انها تكمله تصميمه لانها عايزة تحقق رغبة الدوق الوحيدة. وبيجري شل القلعة علشان يقدر ينقذ آن، وفجأة بيوصل لمكان آن وبكل غضب بيقول انه عايز آن ترجع معاه. وآن كانت متفاجئة جدا بوجوده وبتقول له هل انت حقيقي؟ وما كانتش مصدقة نفسها اطلاقا وعمالة تبكي. وقال لها شال ان بودو قال له الحقيقه كلها، فبتعتذر له آن على كل اللي هي قالته له، وبيفضل يمسح دموعها شال. وقال لها المهم دلوقتي ان احنا نمشي من القلعه دي. فقالت له لكنها عايزه تكمل التصميم بتاعها. ولما بيرفع الدوق سيفه ناحيه شال وقال له انه مش هيسمح له انه ياخدها من هنا الا بعد ما تخلص التصميم اللي هي بدأته، فقال له شال وهو بيرفع سيفه ناحيته انه هيقضي عليه. فوقفت آن شال وقالت للدوق انها تكمل عملها. وعلى الرغم ان شال كانت فاجئ بردة فعل آن، لكن آن بتقول له انها عايزه تكمل تصميم السكر الفضي للجنيه كريستينا. ولما سألها شال هل انت متأكدة؟ القلعه محاطه بالعديد من الجنود، فقالت له انها عارفه ومع ذلك عايزه تكمل التصميم حتى لو ان الامر خطير، وانها مش هتسيب عملها الا بعد ما تنهيه. فابتسم شال وقال لها انه هيسمع كلامها وبيخفي سلاحه على طول، وقال لها انه هينتظرها هنا لحد ما تنتهي من عملها. ونروح لهيو اللي كان منتظر قدام القلعه ووراه عدد كبير جدا من الجنود. واثناء ما بينظر الدوق للتصميم بيقول ان التصميم بيشبهها كتير جدا، لكن لون عينيها مختلف لان كان لون عيون كريستينا فضي. فسأله شال ايه الهدف من انه يصنع شيء زي ده، فقال له الدوق انه عارف ان الجنيات بيتم صنعهم من طاقه الاشياء. فاتفاجئت آن وقالت له مستحيل، يعني انت بتظن ان السيده كريستينا ممكن ترجع من جديد؟ فقال لها الدوق انت ما حسيتيش باللي انا حسيته يوم اختفاء الجنيه كريستينا. فقال له شال مستحيل الشيء اللي ضاع منك يتكون من تاني، بغض النظر عن مدى رغبتك في ده. حتى لو زادت رغبتك في تكوين جنيه جديده فهتتولد جنيه غريبه مشوهه. فغضب الدوق جدا وقال له انا ما اسمحلكش تقول اي حاجه بعد كده. فزعق له شال وقال له ان دي الحقيقه، وبتحاول آن تهدي شال. وفجأة بيتم هجوم الجنود على القلعة. فقال الدوق يا خسارة ان ما تمش تكوين التصميم في الوقت المناسب. فجرت آن علشان تدور على اللون الفضي، وشال بيسألها انت بتخططي لايه بالظبط وهي مستعجلة. فزعق لها شال وقال لها ان مفيش داعي تسمعي كلام اوهام الشخص ده. فقالت له آن ان ده عملها وده الشيء الوحيد اللي تقدر تعمله وبتفتخر بيه كمان. فقال لها شال وهو فرحان بيها اذا كانت دي امنيتك فاعملي اللي انت حباه. وبيجري الجنود للدوق فيليكس، فوقفهم شال وقال لهم ان مش هيسمح لهم يعدوا بداخل غرفة الدوق. وبتكمل آن عملها. نرجع للجنود اللي كانوا مستغربين من دفاع جني محارب عن الدوق فيليكس، وفجأة بيجي من وراهم هيو ومساعده. وبيقول هيو لشال انه عرف من مساعده انه جاي القلعه علشان ينقذ آن، لكنه ليه بيحمي الدوق ويليام ألبرن دلوقتي. فقال له شال انه مش بيحمي الدوق ويليام ألبرن، ومع ذلك هو مش هيسمح لاي حد يعدي دلوقتي. فقال له هيو ارجوك افهم، كل ما الوقت بيعدي بيزيد الدوق ويليام ألبرن في عناده. فقال له شال انا اسف، في الوقت الحالي دي امنية آن. وبتكمل آن تصميم لون عين تمثال كريستينا، وبينبهر الدوق ويليام ألبرن جدا بعد ما شاف التصميم اللي صنعته آن، وكأنه شايف كريستينا قدامه بالفعل، وبيفضل يبكي جدا. فقال لها الدوق ان هو ده التصميم اللي كان نفسه يشوفه من زمان، وبينظر للتصميم وبيقول ان نفسه يشوفها مرة تانية. فطلبت منه كريستينا يفضل يبص على التصميم، وفي مرة من المرات ممكن يحصل على اللي هو نفسه فيه. فبيضحك الدوق وقال لها ان كلماتها جعلته سعيد، واعطالها ال1000 نقدية اللي وعدها بيهم، وقال لها ارجعي للجني بتاعك. فشكرته آن جدا، وبتطلع آن تجري وهي مبسوطة جدا. فبتقع ساعتها على شال، وبيسألها هيو لو في اي حد اذاها، فقالت انها بخير. وبيطلع هيو مع الجنود يجروا على الدوق ويليام ألبرن، وبيقول شال لآن انه قلق عليها جدا. وآن سعيدة جدا لان دي تاني مرة يناديها باسمها وما يقولهاش باسم الفزاعة.
وبتطلب منه آن ما يسيبهاش أبدا ويفضل معاها على طول. ولما بترجع آن لصاحبة المقهى اللي دلتها على الدوق، هنتها صاحبة المقهى على نحت التمثال للدوق ويليام ألبرن، وقالت لها صاحبة المقهى إن الكل بعد اعتقال الدوق ويليام ألبرن قالوا إن هم هيعاقبوه عقاب شديد جدا، لكنه الآن عايش لوحده تحت نظر الوزير أيرل، والإشاعة بتقول إن كل ده حصل بسبب حلوى السكر اللي انت صنعتيها له. فاتفاجئت آن جدا من اللي حصل، لأن حلوى السكر بتاعتها أنقذت الدوق، وبيظهر بودو الآن وهو سعيد.